ابدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يثيب الصائمين ويعاقب المفطرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى افترض صيام شهر رمضان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا في قوله جل وعلا. أما في السنة النبوية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. فرمضان أيها الأحباب فرصة لتغيير واقع حال الإنسان. رمضان شهر الصبر، شهر القرآن، شهر التسابيح، شهر التراويح. فالصوم كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. تعريف الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، وكما مكلف. فنحن في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الفضيل المبارك، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها استقبلوا هذا الشهر الفضيل بالطاعة والمغفرة. فنرى المساجد قد ازدحمت بالمصلين. فنقول إن رمضان، من كان يعبد رمضان فإن رمضان سينتهي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باقي. فأحبتي في الله، هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر كله رحمة، وكله مغفرة، وكله عتق من النيران. هذا الشهر الفضيل نغتنم هذه الفرصة المباركة إن شاء الله، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن يثبتهم وينصرهم نصرا عزيزا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندعو ونقول: اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل أموالهم غنيمة للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة العراقيين جميعا على مختلف ألوانهم وأطيافهم ومذاهبهم
ومعتقداتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا. شكرا شيخنا إمام خطيب جامع محمود الحفيد الشيخ رياض علي حسن الطائي في محافظة ديار في قضاء خانقين. والتقينا في شهر رمضان المبارك، الشهر الرحمة والغفران. ونشكر شيخنا على هذه الكلمات الطيبة لجميع العراقيين وحول العالم الإسلامي. ونشكر كل الكوادر في هذا الجامع المحمود الحفيد. ونشكر الخدام والكوادر الموجودين المسؤولين ومسؤولها الشيخ رياض المحترم. ونشكر إن شاء الله وتعم علينا في كل سنة يعود علينا شهر رمضان المبارك. الإعلامي رائد العراقي، مؤسسة قناة المشرق في بغداد، تابع القضاء خانقين محافظة ديالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.